اتكلم معاكم عن الحيوانات. حيوان حيوان ده ايه اللي جابه هنا؟ ايه اللي جاب الحيوان ده؟ اطلع بره يا حيوان. الحيوان ده اكتر كائن بتيجي سيرته معانا في ان هو حاجه معفنه قليل وخلاص. حيوان لدرجه ان في الفتره الاخيره في بعض الحيوانات بقى، يعني هي ايه، عشان بس ابقى ايه موضح الموضوع شويه. يا حيوان دي ما بتقتصرش على حيوان، بتقتصر على نوع الحيوان نفسه. يعني في بعض الحيوانات احنا حطيناها، احنا كبني ادمين حطيناها في تصنيف ان الحيوانات دي لازم نضرب بيها المثل في حاجه. بمعنى مؤخرا انتشر خلاف رهيب ما بين بلد كامله، نصها بيتهم النص التاني ان هو خنازير، والجزء التاني بيتهم الجزء التاني ان هم خرفان. ده كان الصراع ما بين الخروف والخنزير في قضية سياسية تحول فيها الألفاظ اللي الناس بتقولها لبعض انت خروف وانت خنزير. طيب تعالوا نبص على الخروف وتعالوا نبص على الخنزير. الخروف مبدئيا التشبيه دوت اتقال عشان ان الخروف بيمشي قدام اللي بيسوقه. قطيع ماشي، قطيع خرفان ماشيين مش عارفين هما ماشيين ليه. انا مش فاهم وظيفه الخروف ايه في الحياه غير ان هو بيتاكل. بالنسبه لنا احنا ما اعرفش هو بيعمل ايه في حياته فعلا يعني. ولا الخنزير بالمناسبه يعني. والخنزير هو اللفظ التاني او الشتيمه التانيه اللي الناس شتمتها بحجه ان الخنزير كائن معفن وبياكل زباله. الزباله بالنسبه للخنزير جاتوه بالنسبه لسيادتك عادي، يعني ايه المشكله؟ وبعدين لو الخنزير مقرف عشان بياكل زباله، طب ما المعزه بتاكل زباله وبناكلها برضه. يعني محدش مشي شاف معيز في الشارع عماله ماسكه معزه ماسكه ورقه بدون اي سبب وعماله تاكل فيها، مفيش اي مشكله بالنسبه لها، هي لقت ورقه كلتها. الخنزير بيعمل كده برضه، هي بالنسبه له حلوه والزباله بالنسبه للمعزه برضه حلوه. فالكائنات دي احنا ما عندناش خلفيه عن طريقه حياتها عشان نقدر نحكم على ان ده خروف ولا ده خنزير ولا ده ايا كان، فخليهم في حالهم. بخلاف الخروف والخنزير في حيوانات تانية بقى على العموم. يعني يمكن الخروف والخنزير دول لمع نجمهم في الفترة الأخيرة بحكم إن في خلاف سياسي حصل أو تشبيه من هذا القبيل، الحاجات دي كلها. لكن في حيوانات ثابتة بقى معانا، الكلب مثلا. ما واحد يقول لواحد أنت كلب أو يا ابن الكلب، يعني أشهر شتائم. لا مش الكلب نفسه. وأنا مش هاخد في الكلب ده بقى مثال الوفاء والطيبة والكلام ده، لا أنا هقول لكم على حاجة تانية. الكلاب مظلومه معانا في الحياه بجد، يعني بجد الكلاب. يعني انا هتكلم على كلاب الشارع، انا ماليش دعوه. اللي بيربي كلب ده ربنا يكون في عون الكلب منه بصراحه. يعني انت بتطلع كلب بتربيه زي ما انت عايز، هو انت مش سايبه براحته. بس ما علينا. الكلاب اللي في الشارع بقى، الكلاب اللي في الشارع دي حاجه جميله جدا ومصدر مهم جدا من مصادر الترفيه للناس وليا انا تحديدا. لان الكلاب انا ما اعرفش هي بتيجي منين. يعني انا قبل كده كنت ماشي على الطريق الصحراوي لقيت كلب ماشي على الطريق الصحراوي، ايه اللي جابه ده؟ يعني الكلب ده جه منين؟ كلب الشارع ده جه منين؟ يعني كلب شارع، اي شارع في مصر لازم تلاقي فيه كلب، او اي منطقه تلاقي فيها كام كلب كده متصاحبين على بعض عاملين جو في المكان. وتيجي داخل الشارع بالليل تلاقي 5 6 كلاب دول واقفين واو وهاريين الدنيا هوهو عليك وانت داخل. وبص اللي هو بيعملوا ونس في الشارع، بس انت ما تفهمش هما بيعملوا كده ليه. فالكلاب بالنسبه لنا دي وظيفتها في الحياه ان هي تخضك وانت راجع بالليل. لو انت راجع مثلا الساعه 2 3 ده لو ما فيش حظر يعني، ورجعت الساعه 2 3 بالليل ولا حاجه ودخلت الشارع ولقيت الكلاب كلها عماله تهوهو عليك، بدل مثلا ما نمسك الكلاب دي كمجموعه شوارع ونعرفها ازاي حراسه ونهتم بيها وناكلها، بنلجأ للحكومه ان هي تاخد حل وتسمها. بتموت الكلاب. في مهنه كانت شغاله ان في واحد بيمسك بندقيه وكلب ماشي في الشارع، ومره واحده اروح مات عشان كلب مات.
خلاص حياته خلصت. يعني ايه هي دي الدراما في الموضوع، حياته خلصت. كلب ماشي في الشارع خد طلقه مات بس. يعني عادي، كلب ماشي في الشارع خبطته عربيه مات عادي. كلب نايم تحت عربيه جيت سيادتك رحت مدور رحت خبطه في دماغ امه ودماغه اتفتحت عادي، كمل الحياه برضه. وبعدين الكلب بينام في اي حته، يعني هو ما عندوش مشكله زي عندنا مثلا. كلب كل مشكلتك في الحياه لو انت ركزت، كل مشكلتك في الحياه مع كلب الشارع ان هو ما يدخلش يعمل بيبي في حوش البيت بتاعكم. غير كده انت مالكش ياكش ياكل الناس في الشارع، مش فارقه. مش فارقه. لكن هي مشكلتك بتبدا مع الكلب ان هو يعمل فعل يريحه في مكان ما يريحكش. تخيل ساعتها انت خارج من بيتكم وقدام الشقه كده لقيت كلب عامل بيبي، حاجه تقرف بالنسبه لك، لكن هو بالنسبه له المكان ده اللي عجبه. يعني هو هنا اقتنع ان المكان ده حلو. يعني تخيل انت بالنسبه لك دي حاجه فيها اهانه ليك انت، ان باب شقتك يعتبر مرحاض للكلب. يعني انت متخيل هو بيحسبها ازاي؟ فانت ده بيضايقك، انت بتحس ان هو ايه يا جدعان، هو ايه فاكر بيتنا ايه كمانيهات جاي قدام باب الشقه ويعملها؟ فانت ما بتصدق ان في ناس بقى بتشتري لحمه مخصوص، ممكن ما تاكلهاش خالص بس تجيب لحمه مخصوص عشان تحط فيها سم عشان تموت الكلاب، عشان الكلاب عماله تهوهو طول الليل ومصدعاها. بس هو ده السبب، يعني انت بتموت كلب عشان الكلب بيهوهو ومصدعك بس. مفيش سبب تاني. في ناس هتقعد تقول لي في كلاب مسعوره بقى وبتعد الناس بالليل، والله العظيم ثلاثه انتوا بتبالغوا. بجد يا جدعان، ده العيال الصغيره بتمسك الكلب تعمله حمار وتركبه. ايه الكلاب المسعوره اللي هتيجي؟ ده الكلب يا عيني بيبقى ماشي في الشارع تلاقي راحت قفشاه ورابطين حوالين رقبته الورق بتاع الهدايا ده، عارفينه؟ او حبل، وتلاقي الكلب العيال ماسكاه دب دب دب، والكلب يعني يجي اخر ما شفتش مثلا ماشي كده في مره في الشارع في يوم لقيت كلب ماشي هزيل كده وفي حبل مدلدل في رقبته وقاعد اللي هو عمال يعمل كده وبيدور على حته يروح فيها عشان اتعرض لاثار تعذيب رهيبه. العيال بتعمل في الكلاب اسوأ من اللي كان بيتعمل في جوانتانامو بجد. وبعد كده بنقول لا اصل احنا عايزين نموت عشان بتهوهو بس. هو ده السبب. زي القطط، من ضمن الحاجات اللي بنعملها في القطط بتاعت الشارع برضو ان قطه تكون نايمه على العربيه، قطه يعني قطه غلبانه ملهاش مكان نامت فيه، شافت سقف عربيه حلو وراحت نايمه. تيجي انت وانت ماشي تلاقي عيل راح ماسك الفرش بتاع العربيه وشده من تحت القطه مره، تروح هي قايمه مفزوعه. ما بتحطش انت نفسك مكانها، ما تحطش نفسك مكان القطه اللي بتبقى واقفه في الشارع بتعمل بيبي وتلاقي عيل تاني مؤذي يروح ماسك طوبه حادفها عليه. تخيل انت في الحمام، حمام قاعد مركز قوي وواحد بيحدف عليك طوب يعني، وبعد كده عادي الواد بيلعب. ايه المشكله يعني؟ مفيش اي مشكله. الكائن الوحيد اللي انا مش، الحيوان الوحيد اللي ما باخدش بالي منه في الشارع وما اعرفش حاجه عن حياته كتير غير حاجه واحده بس انا ما بشوفهاش. هو انت تبقى قاعد تلاقي مره واحده ومشيت، ايه دي؟ عرسه بس. وفار، تلاقي انت تبص كده بالليل تلاقي مثلا ايه في عماره طالع عليها فار بيمشي على الحيطه بالليل، حجر ماضي وكبيره وماشي على الحيطه. انت مش عارف هو رايح فين، هو ممكن يكون رايح يعمل مهمه، يعني هو عنده مشوار. يعني تخيل كده فار عنده مؤتمر في السطوع بتاع بيتكم، هيطلع ازاي؟ هو مش هيركب عربيه، هو بيطلع على الحيطه، طلع على الحيطه. ايه المشكله يعني؟ فار. لكن احنا بقى لو شفنا فار قد نقعد بقى نهزر بعض وسياخ تتمسك ومعجنه هتحصل عشان الفار وهو ما عملش حاجه. ليه؟ عشان بيجيب طاعون. طاعون اللي بيجيبه الفار يعني، مش الكلام ده. ايه اللي بيجيب الفار؟ بيجيب طاعون موته. ده غير بقى حاجات تانية. غير يعني غير ده في بقى حيوانات احنا مش بنموتها وبنقتلها، لا في حيوانات تانية احنا بنعتز بيها. البت دي فرس، هو ده مفهومنا عن الفرس. البت دي فرس ايه؟ بديل يعني مش فاهم. البت دي ايه؟ فرس. فرس. لا واحد بيقول لك شفت الفرس اللي معدي ده؟ لا ما شفتوش. يقول لك البت دي يا عم فرس جامده. طيب هي بنت حلوه لكن مش فرس يعني، انا مش شايف لها ديل يعني. وهتلاقي في ناس طبعا تقول يا عم ده تشبيه. خلاص هو تشبيه، ماشي هو تشبيه، هو تشبيه. يا نهار ازرق. الفراخ بقى والكتاكيت.
الكتاكيت اسمع احلى تحيه للكتاكيت، لان الكائن ده انا عمري ما شفت حياته للاخره. الكائن ده انا كل علاقتي بالكتاكيت غير الكرتون اللي كان بيجي بتاع صابرين بتاع كاكا سيبي سيبي سيبي، غير ده. مش انا الفرخه واحنا الكتاكيت دول لو شفتوا بيحصل لهم ايه هيصعبوا عليكم. كتكوت ده بيبقى بيضه في الاساس، بتفقس طلع للحياه كتكوت لونه اصفر قد كده، ليه رجليه رفيعه قوي وخفيف هو وحاجه كتكوت كده. تروح الناس واخداه بالجمله والله العظيم، بيشتروا الكتاكيت بيشتروا الكتكوت بالجمله. ينزل ثبت الكتاكيت مليان، مثلا ثبت في 100 كتكوت، يروح جاي الراجل بمنتهى البراءه اللي في الدنيا عادي من حقه يمسك جردل ويحط فيه ميه ولون ازرق، الكتكوت لون اصفر، ويروح ماسك اللون الازرق حطه في الجردل ودالق اللون ده على الكتاكيت ويقلبها عشان يبقى الكتكوت كله لونه ازرق، حتى رجليه لونها ازرق عشان يبقى شكله مختلف. هو مخلوق اصفر ومش عايز يتلون، ما طلبش ان هو يتلون، هو مش خارج راح مشوار. يعني انت لما بتلونه مش معنى كده ان انت مثلا بتلبسه بدله مثلا، ويعني ايه كتكوت لونه احمر وازرق؟ انا مش فاهم. هو مخلوق اصفر، تلونه ليه من بدري؟ يعني هو مش عايز يتلون يا اخي. زي برضو الناس اللي بتلون الخرفان، يقول لك عشان نعلمهم، يمسك الخروف يحني الليه بتاعته بس عشان يلونها، عشان يبقى عارف ان دي خرفانه ودي مش خرفانه، عشان كلهم شبه بعض بس. فيلون الخروف. احنا بنحب نلون كل حاجه بنحب نلونها. يعني ايه كتكوت يبقى لونه ازرق؟ يعني ايه وجه الافاده ان هو يبقى لونه ازرق؟ يعني إيه هيعجب شكل الواد؟ ماما انا عايز الكتكوت الازرق ده، وانت تروح واخد عندك بقى في البيت كتكوت ازرق وكتكوت اصفر اصلي وكتكوت اصفر كركمي لون تاني بقى وكتكوت احمر، وتحطهم مع بعض. ايه اللي بتفرحان بالالوان يعني مثلا؟ وبعدين لما بيحطوهم يعرضهم تلاقي الكتاكيت تحس ان هي بصحتها كده وعماله وتنط وبتاع. الكتاكيت ما بتنطش عشان فرحانه، الكتاكيت بتنط عشان محطوطه على صاج حاطط تحتيه بوتاجاز وبور ولعه بالراحه عشان الصاج يبقى سخن والكتاكيت تتنطط، فتحس ان هي بتعمل شو. فابنك يعجبه الكتكوت، ماما انا عايز الكتكوت ده، خير يا حبيبي. بس دي شغلانه الكتكوت، وتربيه عندك اسبوعين، تجيب له برغل وتجيب له كل حاجه وتحط له شويه ميه، واسبوعين بالظبط وتلاقيه متكوم كده في الكرتونه. انت اصلا انت لما بتاخده انت بتجيب له كرتونه وتخرمها عشان يتنفس بس وبتقفل عليه من فوق، بتفتح له لما تحب تاكله. واسمك ان انت بتاخد بالك من الكتكوت. ها كتكوت، والكتكوت ده عمره ما بيكمل. عمر حد اشترى كتكوت وعاش معاه، ما بيكملش، هم اسبوعين. تلاقي واحد طبعا طلع دلوقتي قال لك لا يا عم في كتكوت قاعد معايا 3 اشهر مات برضه في الاخر. ايه الجديد يعني؟ مش فاهم. شفتوا بنعمل في الكتكوت ايه؟ شفتوا بنعمل في الكلب ايه؟ شفتوا بنعمل في القطه ايه اللي بتقعد تهدف عليها طوبه وهي بتعمل بالبيدي غلبانه واقفه وانت تروح حادف عليها طوبه. الحاجات دي مظلومه معانا، مش هي دي اللي عامله لنا مشكله، مش دي المشكله. يعني وجود الحيوانات دي معاك في الكوكب مش دي المشكله. المشكله انت بتعمل معاها ايه على الكوكب. فكر وانت هتعرف.